ازيكم عاملين ايه؟ شايفين الهدوء اللي احنا فيه ده؟ هنا كنا بعد الفجر عند المحطة في أسوان. قررنا نطلع يوم برا أسوان ونروح الأقصر. أول حاجة هنروحها في الأقصر هو معبد حتشبسوت، أو زي ما بيقولوا معبد الدير البحري. تعالوا أقول لكم ليه اتسمى بالدير البحري. لما انتشرت المسيحية في مصر بعد نهاية عصر البطالمة، قام المسيحيين بعمل دير للعبادة على أنقاض معبد حتشبسوت، والدير استخدم للعبادة حتى القرن ال11 ميلادي. وقام بزيارة الدير العديد من القساوسة المسيحيين، عشان كده سموه الدير البحري. المعبد اتحول إلى دير في العصر المسيحي، عشان كده أطلق عليه الدير البحري أو الدير الشمالي. وقبل ما ندخل المعبد تعالى أعرفكم مين هي حتشبسوت. ابنة الملك تحتمس الأول من زوجته أحمس، جاب ابن غير شرعي وهو تحتمس الثاني. حتشبسوت قبلت الجواز من أخوها الغير شرعي ليتشاركوا في الحكم بعد موت أبوهم. تعتبر من أقوى حكام مصر على مر العصور، واعتبرت فترة حكمها نقطة تحول في تاريخ مصر القديمة، وكانت أول ملكة فرعونية حكمت مصر. كان بيتميز عصرها بالسلام والازدهار وتحسين قوة الجيش وتأمين الحدود المصرية. تحتمس الثاني زوج حتشبسوت اتجوز إيزيس، ودي من الجوارب برات الملكي، وأنجبه تحتمس الثالث. لما مات كانت حتشبسوت الوصية على عرش ابنه اللي هو تحتمس الثالث، كان عمره ساعتها 9 سنين. خليكوا عارفين بس ده دلوقتي، وهعمل لكم فيديو لحتشبسوت علشان في قصص وحكايات في عصرها، وهعمل لكم قصة خفيفة كده، استنوها في فيديو جديد. تعالوا بقى نروح المعبد ونشوف فيه ايه. معبد حتشبسوت ده في الأقصر على الضفة الغربية للنيل المقابلة لطيبة، ويعتبر المعبد الجنائزي لحتشبسوت، معبد من الأسرة ال18. أكتر حاجة بيتميز المعبد بيها عن باقي المعابد المصرية هو تصميمه المعماري. بيتكون المعبد من 3 طوابق، وفيه تماثيل من الحجر الجيري لإلهة أوزوريس وحتشبسوت. بني المعبد خلال 15 سنة من حكم حتشبسوت، وهي في الأصل حكمت مصر 22 سنة. مقبرة حتشبسوت خلف المعبد في وادي الملوك. الطريق اللي انتوا شايفينه ده كان مزين بتماثيل أبو الهول، وكان بيبدأ من الوادي لحد البوابة الأولى، بس اتهدم كله. الصرح الأول فيها زي شرف، كل شرفة فيهم مزينة بالأعمدة بس متدمرة. اتعرض المعبد لأحداث كتير جدا أثرت عليه وأدت إلى دمار أجزاء كبيرة منه. بعد موت حتشبسوت حب تحتمس الثالث ينتقم لنفسه. عمل ايه؟ دمر وجوه ومناظر حتشبسوت كلها، وضاف أشكال ومناظر تمثله هو. وهنا احنا في الصرح التاني، اتعرف باسم إيوان بونت علشان مثلت على جدرانه بمناظر الرحلة الشهيرة للملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت، ودي كانت بعثات بحرية. الفراعنة كانوا بيقدموا البخور إلى الآلهة علشان ياخدوا رضاهم. انتوا شايفين الخراب اللي عمله تحتمس الثالث في المعبد؟ كل ده عشان ينتقم من حتشبسوت. وفي مناظر في الصرح التاني بتمثل مناظر الولادة للملكة حتشبسوت، ودي القصة اللي استخدمتها في تقوية وتأييدها على العرش، وثبتت فيها ان ابنة أمون والملكة أحمس. في مناظر هتلاقوها بتمثل حمل المصريين للبضائع. هتلاقوا كمان مناظر مجموعة من القرود في المراكب اللي أبحرت من بلاد بونت إلى مصر. وفي مناظر للملكة حتشبسوت بس هي ممحية، وهي بتقدم القرابين للإله أمون را. القرابين دي متمثلة في أشجار البخور والحيوانات المختلفة. وفي مناظر للملكة بتحكي نجاح حملتها في بلاد بونت. وهنا احنا في محراب أنوبيس. هنا أكتر المناظر محتفظة بألوانها لحد دلوقتي، وأهم المناظر منظر يمثل الإله أمون جالس على عرشه وأمامه مائدة من القرابين، تقف أمامه الملكة حتشبسوت بس تم محو منظرها من قبل تحتمس الثالث. في منظر لحتشبسوت وهي بتقدم القرابين للإله أنوبيس، وبرضه تم محو منظرها، ولكن يقع فوق رأس الملكة رسم الإله حورس، بس المنظر من غير تلوين. يلا نروح لمقصورة حتحور. حتحور هي سيدة الغرب. مدخل الهيكل من الخارج، ويعتبر مدمر إلى حد ما. بيسبق المدخل صالة مكونة من 4 أعمدة مربعة الشكل ذات تيجان حتحورية، يعني برأس حتحور. وراهم أعمدة مضلعة ب16 ضلع معظمها مدمر. المناظر على الجنب الشمال تمثل الجنود يحملون معدات الحرب، ويعلوها مراكب ضخمة. وفي منظر لتحتمس الثالث وهو بيقدم مجداف للإلهة حتحور. والمناظر على الجانب الجنوبي مناظر الملكة حتشبسوت وهي ترقص أمام حتحور، ولكن تم محوها من قبل تحتمس الثالث. في الوسط هتلاقوا ممر هيودينا للحجرة بيها عمودين مربعين، زينا سقف الصالة برسومات تمثل السماء. عايزة أقول لكم لما نروح معبد دندرة هنشرح أكتر عن حتحور. يلا بينا على الصرح الثالث. هتلاقوا قدامكم تماثيل الملكة حتشبسوت على الشكل الأوزيري، والأعمدة هنا هتلاقوها مضلعة الشكل. في منتصف الأعمدة هتلاقوا بوابة من الجرانيت تحمل أسماء تحتمس الثالث اللي محى أسماء حتشبسوت واستبدلها بأسمائه. البوابة دي هتودينا للفناء. الفناء ده متبقاش منه غير صفين من الأعمدة مصنوعين من الجرانيت الوردي.
الفناء ده معظم الأعمدة فيه اتهدمت. الجزء ده عامة اتعرض للتهديم سواء من تحتمس الثالث أو من الطبيعة. هنا هنلاقي قدس الأقداس منحوت في صخر الجبل. لما تدخل قدس الأقداس هتلاقي تمثالين لحتشبسوت بس ملهمش راس. رسومات في قدس الأقداس تقديم القرابين. يغطي الحجرة قبة لها 4 تجويفات، وهتلاقوا نافذة بيدخل منها ضوء الشمس داخل المقدس بتسقط على وجه أمون رع. هنا برضو هتلاقوا ظاهرة تعامد الشمس. يلا بينا على حجرة شمس النهار أو حجرة مقدس الشمس. دي بتتكون من بهو مفتوح، ندخل إلى البهو من الطابق الثالث. هتلاقوا هنا جدران مزينة برحلة الشمس الليلية. بيركب رع إله الشمس مركبا من وقت الغروب إلى وقت الشروق. أما باقي جدران الحجرة فمش مزينة. وده مسبح كبير فيه سلالم عبارة عن 10 سلمات بيطلعها الكاهن ليقوم بالخدمة الدينية أو يقدم القرابين. وده كده أنا خلصت شرح معبد حتشبسوت. عايزة أقول لكم السنة اللي فاتت اللي هي 2022 اتعمل في معبد حتشبسوت عرض أزياء رجالي لستيفانو ريتشي، وده دار أزياء رجالي حاجة كده كلاسيك، وده دار أزياء إيطالي. احتفل ستيفانو بمرور 50 سنة في عالم صناعة الأزياء، يعني اليوبيل الذهبي في معبد حتشبسوت، ودي حاجة حلوة جدا لدعم السياحة في مصر. وبكده أنا خلصت، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.